السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا حابة اعرفكم بنفسي الاول عشان لو في اي حد ما يعرفنيش او لسه بيشوفني لاول مرة. انا مس منى محمد، انا طالبة في كلية تربية عام تخصص بيولوجي وجيولوجيا طبيعية. يعني انا مدرسة علوم للصفوف الاعدادية واحياء وجيولوجيا لثانوية عامة. انا صغيرة انتي بتدرسي؟ انا بدرس، انا بدي دروس هنا عندي حتى في المنطقة بتاعتنا، انا بدي دروس علوم لأولى وتانية وتالتة اعدادي. انا لو لقيت إقبالية جامدة على الفيديو ده ولقيتكم حابين الموضوع وحابين ان انا اديكم هنا على اليوتيوب، فبجد والله انا مش هستخسر ان انا اعمل معاكم كده، لان انا بس عايزاكم توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، عشان ان شاء الله لو لقيت الفيديو ده يعني وصل لعدد كبير قوي لطلاب تالتة اعدادي، هعمل لكم مراجعات وهلم لكم فيها كل الحاجات اللي انتوا واقعين فيها بجد، وهتكون على طلبكم انتوا. يعني هتكون المراجعات دي على طلبكم انتوا اللي هتكتبوا لي ايه الحاجات اللي انتوا واقعين فيها، وانا هحاول بقدر الامكان ان انا ابسطها لكم، ان انا الم لكم كل الافكار بتاعه الحاجات دي واديها لكم كده يعني على طبق من ذهب. بجد والله هديها لكم كده، اللي هو هديكم الخلاصه. يعني انا هديكم الخلاصه اللي هو انتوا ازاي تجيبوا من الاخر من اي مساله انتوا عايزينها او اي حاجه انتوا عايزين تحلوها. من يوم 30/11 هتبدا تنزل لكم فيديوهات المراجعه. عايزه اقول لكم ان فيديوهات المراجعه بتاعتي انا يعني هديكم كل حاجه، مش معنى مثلا ان هي مراجعه فانا هشرح حاجات وحاجات، لا لا، انا هشرح كل حاجه زي كاني بشرح المنهج من اول وجديد. يعني حتى لو انت واقع فهتلم معانا المنهج، فمش عايزاك تقلق خالص من ناحيه ماده العلوم، لان باذن الله كده هنحاول نلمها مع بعض. عموما كده هو انا عملت الفيديو ده علشان بس اتكلم معاكم وادردش معاكم في كام نقطه كده مهمين، وكام نصيحه للفتره اللي هي قبل الامتحانات وفتره الصياح اللي بتبدا فيها، وخصوصا انتوا تالتة اعدادي يعني، وهتبدا برضو صياح تالتة ثانوي بس مش دلوقتي. انا عملت الفيديو ده عشان ادردش معاكم كده في كام حاجه مهمين تاخدوا بالكم منيها في الفتره دي اللي هي قبل الامتحانات، وتركزوا على ايه في المواد عشان يزودكم في الدرجات، وتركزوا على ايه بالظبط مثلا، وايه اكتر المواد اللي ممكن ترفعكم في الدرجات. فدي كلها حاجات هتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه هتكلم عليها وهي الوقت. طلاب كتير جدا بيقولوا احنا مراكمين المنهج. انا عارفه ان انت في ثالثه اعدادي، وعارفه برضو ان في طلاب كان عندهم ظروف، عارفه طلاب مثلا ما فتحوش المناهج من اول السنه وسايبينها مثلا للفتره اللي هي قبل الامتحانات. الدروبات دي كلها بتحصل على فكره، يعني بتحصل مع اغلب الطلاب، مش معاكم انتوا بس على فكره، يعني كل الطلاب. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان انا لما كنت طالبه زيكم كانت بتحصل معايا. يعني انت كطالب بتبدا تفكر في الوقت، هل الوقت كافي ان انا اخلص كل المواد اللي عندي وكل المنهج اللي عندي في كل المواد؟ عايزه اقول لك ما تقلقش خالص من ناحيه الوقت، انت بس ابدا وذاكر واعمل اللي عليك، وهتلاقي والله كل حاجه اتسهلت قدامك، وهتلاقي الوقت في صالحك. انت لو فعلا عايز توصل لحاجه معينه في السنه دي، وعايز مثلا تدخل ثانوي، عايز تدخل تمريض، عايز تدخل صنايع، تجاره، ايا كان يعني اللي انت عايز تدخله، المهم ان انت عليك بالفتره دي، لان خلاص يعني الامتحانات هي شهر ونص شهرين. حاول ان انت تلم نفسك في الفتره دي، لان لو ما لميتش نفسك دلوقتي مش هتعرف تلم نفسك بعدين. بيمس هل مثلا الوقت ده كافي ان انا اقفل المواد وان انا اطلع من الاوائل في اخر السنه يعني، وان انا اقفل الترم ده واجيب 140 من 140؟ على فكره انت عندك شهرين، الشهرين والله عايزه اقول لك ان مناهج اصلا تالتة اعدادي مش صعبه للدرجه، مش صعبه لدرجه ان انت مثلا ما تخلصهاش في شهرين، مش صعبه ولا كتيره قوي مثلا لدرجه ان هي ما تخلصش لحد الامتحانات، لا انت ممكن تخلص وتراجع مره واثنين وثلاثه كمان. بس انت لو فعلا بجد يعني بدأت من دلوقتي واستغلت كل لحظه في اليوم بتاعك، بجد والله هتوصل. انا مش عايزاك تقلق خالص، انت بس ابدأ واعمل اللي عليك واتوكل على ربنا، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهيرضيك والله في اخر السنه. النقطه التانية بقى اللي انا عايزه اتكلم فيها، ودي نقطه مهمه قوي قوي، في ناس كتير جدا ممكن تكون خلصت بعض المناهج او خلصت بعض المواد تمام وبيراجعوا عليها حاليا وماشيين يعني بيراجعوا كده. النقطة دي وهي فترة الحل، يعني فترة قبل الامتحانات دي بتبقى فترة حل كتير، حل كتير على قد ما تقدر، وحل محافظات سابقة كتير. في حالة لو انت مخلص المنهج وبتراجع دلوقتي تمام، عشان شفت تعليقات لناس ان هي خلصت المنهج وحاليا بيراجعوا مرة واثنين وثلاثة وهكذا، فحل أسئلة على قد ما تقدر. خلصت المحافظات كلها، جيب
اي حاجه، اسئله من على النت، من هنا من هنا، حل. بص ما توقفش حل، لان الحل هو اللي هيثبت لك المعلومات. لان انت لو وقفت وما ذاكرتش، يعني انت مثلا افترضنا ان انت خلصت دلوقتي وخلاص، قعدت وما بتذاكرش وما بتراجعش وما بتعملش اي حاجه وخلاص انت خلصت، فانت بتقول لا انا خلصت فانا مش هاجي اراجع غير قبل الامتحانات وكده، هتلاقي نفسك حرفيا قبل الامتحانات انت ناسي كل اللي انت اخدته في المنهج ومحتاج ان انت تذاكره من الاول تاني. طب وليه انا اضيع التعب ده كله؟ فانا كل يوم مثلا امسك لي صفحه احلها، صفحه بس، صفحه، حل صفحه واحده، بحيث ان انت ايه، المعلومات بس تسترجعها. طب في حاله يا مس انا دلوقتي مش مخلص منهج ولا حاجه، ولكن انا مراكم دروس كتير ولسه اصلا بذاكر وكده، في الحاله دي انت برضو عليك بالحل. يعني كل جزء انت بتذاكره لازم تحل عليه، كل جزء انا بذاكره وبخلصه لازم احل عليه كتير جدا. الناس اللي هي بتقول احنا بننسى، اي حاجه بنذاكرها بننساها، بتنسوها عشان انتوا مش بتثبتوها بكذا طريقه، انتوا مش بتثبتوها بالحل، مش بتثبتوها بالتطبيق، مش بتثبتوها باي حاجه مثلا عمليه في حياتكم، مش ده برضو مخليك انت معرض اصلا انك انت تنسى المعلومه. فعشان كده بقول لكم الحل الكتير هو اللي هيثبت المعلومه اكتر، كل ما تحل اكتر كل ما هتاخد افكار اكتر، وكل ما انت هتثبت معلوماتك اكتر وهتثبت الحاجات اللي انت ذاكرتها، وفي نفس الوقت انت بتستفيد وبتفيد عقلك، وفي نفس الوقت ايه، انت طالب مجتهد وعسل وجميل. النقطة التالتة بقى اللي انا حابة اتكلم عليها وهي نقطة المواد. ايه المواد اللي اركز عليها وايه الحاجات اللي جوه المواد اركز عليها؟ انا حابة اتكلم دلوقتي في الفيديو ده على مادتين بس، وهي اللغة العربية والانجليزي، وفي بقية الفيديوهات التانية هبقى اتكلم معاكم في بقية المواد التانية. دلوقتي بالنسبة للغة العربية والانجليزية، هنتكلم الاول على اللغة العربية، هقول لكم تركزوا على ايه واكتر الحاجات اللي تديكم درجات. واللغة العربية يا جماعة عايزة اقول لكم، بصوا هو المنهج كله بتاعك او الامتحان كله بتاعك اللي هيجي في اخر الترم هيكون من الكتاب، تمام، مفيش اي حاجة متحررة، ولكن التعبير بس هو اللي بيبقى مثلا انت محتاج تكتب فيه بصيغتك انت وبطريقتك انت، ومش بيبقى مكتوب في الكتاب مثلا او انت بتحفظه حفظ ولا الكلام ده، لا، انت بتبقى محتاج ان انت تدرب نفسك كتير على كتابة التعبير، وعشان التعبير عليه درجات كتير في المادة بتاعة اللغة العربية. فحاول من دلوقتي اهو، انا بقول لك وبنبه عليك عشان ما تجيش تتزنق ايام ليالي الامتحانات وتقول لا ده انا ما بعرفش اكتب تعبير. ابدأ دلوقتي شوف اي فيديوهات على اليوتيوب ازاي نكتب تعبير يكون مقدمته حلوة، الخاتمة بتاعته حلوة، الكلام مكتوب فيه مظبوط. ابدأ كده مثلا شوف المستر بتاعك اللي بتاخد معاه الدرس، تخليه مثلا يوريك ازاي تكتب تعبير كويس تاخد عليه درجة كاملة عشان ما تنقص في الامتحان. لو انت طبعا مخطط في دماغك ان انت تجيب 140 من 140، فطبعا هيبقى في حاجات كده ايه لازم تاخد بالك منيها ولازم تركز عليها اكتر من المنهج اصلا. يعني انت ممكن تكون مذاكر اصلا المادة كلها من نصوص ومن قراءة ومن معاني كلمات ومن اناشيد ومعرفش ايه والكلام ده كله، ولكن تيجي مثلا في التعبير ويروح ينقصك مثلا عشان مثلا نسيت تكتب حاجة خطك مش كويس فيه، او مثلا نسيت تعمل مقدمة كويسة او خاتمة كويسة، فالحاجات دي كلها بتنقص في الدرجات، تمام. فعشان كده ناخد بالنا مني، يعني انت ممكن على فكرة تكون طالب مجتهد ومذاكر وكل حاجة، ولكن ينقصوك مثلا بسبب الحاجات التافهة دي. فاحنا مش عايزينك تنقص، احنا عايزينك تقفل. اول حاجة نتدرب عليها من دلوقتي لحد الامتحانات هي كتابة التعبير. ابدا اشوف فيديوهات، ابدا اشوف المستر اللي بيديني، اعمل اي حاجة، المهم ان انا اتصرف واشوف حد يوريني ازاي اكتب تعبير بطريقة كويسة. الاعراب، القطع بتاعت النحو بتاعت الاعراب، حاول ان انت تحل قطع كتير، ان اعتقد يعني ان بيبقى في بعض الخبايا، تمام، او بعض التركات اللي بيجيبوها في امتحان ثالثه اعدادي، بتبقى التركات اللي في ماده اللغه العربيه بتبقى في الاعراب. حاول ان انت تحل اعراب كتير وقطع كتير وتعرف فيها جمل وتستخرج وهكذا. الماده التانية اللي هكلمك عليها وهي ماده اللغه الانجليزيه. بصوا يا شباب، اللغة الإنجليزية مادة لذيذة وحلوة والله. عايزة أقول لكم لو أنت مثلا مش كويس في الديالوج اللي هو المحادثة، لو أنت مش كويس فيها أو مش عارف إزاي تحل المحادثة بأبسط طريقة، عايزة أقول لك إن أنا هسيب لك فيديو تحت في صندوق الوصف، هسيب لك لينك الفيديو هنا على القناة بتاعتي، يعني الفيديو ده هنا على القناة بتاعتي منشور، تمام، هسيبه لك تحت في صندوق الوصف عشان الفيديو ده في مدرس كان بيشرح فيه ازاي تحل الدايلوج. عايزه اقول لك ان المدرس هيجيب لك من الصفر، عارف يعني ايه من الصفر؟ اللي هو انت ازاي اصلا تكون السؤال بتاع الديالوج وازاي تكون الاجابه اللي هتحل بيها. انا كده سبت لك فيديو خاص بسؤال المحادثه تحت في صندوق الوصف، ده الجزء الاول من الامتحان بتاع الانجليش، تمام.
الحاجة التانية بقى اللي أنا عايزاك تركز عليها واللي ممكن فعلا تنقصك درجات في امتحان الإنجليش، وهي الباراجراف. الباراجراف لازم برضو ناخد بالنا وندرب ايدينا كتير، زيه زي التعبير كده، لازم ناخد بس ايه بالانجليش، يعني هو زيه زي التعبير بس بالانجليش. لازم ندرب ايدينا كتير كده على الباراجرافات، ان احنا نكتب كتير. يعني لو انت شخص ما بتعرفش تكتب باراجراف، فحاول من دلوقتي كده تتعلم ازاي تكون جملة، ازاي نعمل باراجراف كويس يعني. فحاول ان انت ايه من دلوقتي تدرب ايدك على ان انت تكتب باراجرافات كتير. بالنسبة بقى لمادة العلوم، فدي مادتي انا، تمام. انا هظبطها لك واخليها لك كده جميلة ولذيذة، وان شاء الله ان شاء الله وبإذن الله يعني هخليك تعرف تحل فيها كل المسائل اللي واقفة معاك. وانت لو وصلت معانا لحد اخر الفيديو ولسه ما عملتليش لايك ولا اشتركت في القناة، فانزل اشترك واعملي لايك في القناة، عشان بجد انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم والله. ايا كان مين اللي بيسمعني او مين اللي بيتابعني، فاي حد بيدخل القناه بتاعتي فبيبقى بصوا كده. بس كده هتوحشوني جدا لحد الفيديو الجاي. باي باي.